السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحباء وأصدقائي في كل مكان، أحباء ملعب الهداف. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات ملعب الهداف مع أخوكم في الله محمد الصيفي. الأهلي يفوز على إنبي بهدفين مقابل لا شيء. ده عنوان الفيديو بتاعنا، بس تحت العنوان ده في إن أليو ديانج خد رجل المباراة، في إن محمد هاني بقاله 3 مباريات على التوالي ما شاء الله روح قبل فنيات، في إن محمد مجدي قفشة شال تيشيرت النادي الاهلي وحطه فوق دماغه، بمعنى اصح ان النادي الاهلي فوق الجميع وفوق الراس ويتشال فوق الراس وحقكم عليا بيصالح جماهيره. في اصابه جديده في النادي الاهلي لاحمد نبيل كوكا اللي بيقول بسم الله الرحمن الرحيم تروح كرة جايه في عينيه فيطلع مع الدكتور احمد ابو عبله بعد المباراه على طول على المستشفى. في اصابه طبعا النجم كريم فؤاد بصليبي، وده يعني حاجه انا مش عارف بصراحه في ايه في النادي الاهلي. فيلا بينا نخش في الموضوع، بس قبل ما نخش على طول في الفيديو بتاع النهارده يا ريت تدعمني بلايك وشير وسبسكرايب، انزل اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نخش في الموضوع. اهلا بيكم في حلقه جديده. وهنبدا بالمدرب. كولر بيتحدث مع الاعلام والصحفيين، فبيسالوه عن المباراه وكده، او عن احمد عبد القادر. قال ان احمد عبد القادر بيعاني من مشكله ما، يمر من مدافعين بكل جداره، ولكن بينظر الى الارض ولا ينظر الى مركزه او مركز زملائه في الملعب. وده انا هتكلم معاه بعدين فيه، ولازم اغير من ده بالنسبه لاحمد عبد القادر. اليو ديانج الدبابه البشريه بتاعتنا او النسر المالي يحلق في سماء النسر الاهلاوي، او بيحلق مع النسر الاهلاوي في سماء الاهلي. اليو ديانج النهارده بيجيب هدف يا جماعه. هو على فكره مش اول مره يجيب هدف زي ده اليو ديانج، ومش اول مره يعمل الستارت ده، واللي متابع النادي الاهلي ومتابع اليو ديانج بالتحديد عارف اليو ديانج كويس قوي. عنده ستارت بسم الله ما شاء الله، لو حط الكره وداس عليها بياخد 3 4 مدافعين في ظهره، لان الستارت بتاعه سريع جدا. يعني بيقدر ياخد 4 5 خطوات في اقل من ثانيه، فهو ده اللي بيخليه يفرق عن اللعيبه اللي حواليه. لما عمل ده وطلع بالطلعه العنتريه، والله انا قاعد بتفرج على المباراه وفي اللحظه دي لما ديانج بيباصي للسوليه والسوليه بيديها له، انا قلت ديانج هيجيب جون، والله بحلف بالله انا قايل ان ديانج هيخش وهيشوط شوطه هتيجي جون، بس ما كنتش متوقع ان هو يخش ويخرم الكلام ده، قلت هيعدي من واحد ويشوط. فلما عدى من واحد والتاني والتالت والرابع والخامس جنبه بيحط من فوق الجون، يعني بسم الله ما شاء الله، يا رب يحرسه لبلده ويحرسه للنادي الاهلي، والنادي الاهلي ما يفرطش في لاعب زي ده. لما بيبقى محتاجينه بنلاقيه، واحنا قليل قوي عندنا اللعيبه اللي من النوع ده، من النوع اللي زي ما بيقولوا كده انت عندك 3 في نص الملعب بسم الله ما شاء الله، افضل 3 في افريقيا حاليا. يعني افضل 3 ديفندرات في افريقيا في ملاعبنا الافريقيه كلها هم السوليه ديانج وحمدي فتحي على التوالي كده. فربنا يحرس ديانج ويحرس النادي الاهلي من الاصابات، لان احنا زهقنا اصابات. اصابه كريم فؤاد طبعا اللي يعني بصراحه انا مش عارف، هي طبعا كل شيء بسبب وقدر الله ما شاء فعل يعني، وكل شيء بقدر زي ما بيقولوا، ولكن يعني كترت قوي اصابات الصليبي عند النادي الاهلي. محمد محمود متولي عمار اكرم في متولي، ولا قبل اكرم كمان كان متولي تاني، بعد كده عندك كريم فؤاد. فيعني في علامه استفهام يا جماعه، لازم نشوف القصه ديت، او يعني الدكاتره تعمل شغلها كما يجب. انا طبعا مش هلوم على الدكاتره، ولكن ممكن يكون حمل بدني زائد، اللعيبه بتنزل متوتره عايزه تعمل حاجه للنادي الاهلي والجماهير النادي الاهلي. النهارده النادي الاهلي بيصالح جماهيره بعد اخفاق جولتين في تعادل، بيصالح جماهيره بفوزين متتاليين على نادي بيراميدز ونادي انبي، فرقتين عنيده في اللعب. بيراميدز طبعا فرقه تقيله، كل اللعيبه اللي فيها لعيبه كوره كويره زي ما بيقولوا كده، حريفه. فرقه انبي النهارده فاجئتني بالمستوى الرائع. كابتن طلعت يوسف طبعا لا نقاش عليه يا جماعه، كابتن طلعت يوسف من المدربين الجيدين جدا اللي مش واخدين حقهم في الدوري المصري ولا في الاعلام المصري. فالحمد لله اليو ديانج افضل لاعب في المباراه. الماتش اللي فات عمرو السوليه افضل لاعب في المباراه. قفشه النهارده بيصالح جماهيره، بيحط التيشيرت فوق راسه، مما يعني كلام كتير قوي. قفشه
خلص الكلام بالجمله اللي قالها او بالفعل اللي عمله، خد انذار مقابل ان هو يقول النادي الاهلي فوق دماغي يا جماعه وانتوا كلكم فوق دماغي. يعني راجل فعلا من بيت كريم ومتربي. اقل حاجه ان انا اقولها على قفشه ان هو بيصالح جماهيره بطريقه مهذبه وبطريقه جميله، مش زي واحد صاحبنا كده راح او رجع فرقته القديمه فراح منزل بوست على تويتر بيقول باك، وجايب الهدف اللي كان جايبه في النادي الاهلي وهو بيلعب في فريقه. طبعا بدون داعي ذكر اسماء، اكيد كلكم عرفتوه هو مين. فاللعيبه اللي زي ده يا جماعه مش عايزين نشوفها في النادي الاهلي تاني، يا ريت. احنا بنعمل من اللامؤاخذه صيت، عشان مش عايز اقول اللفظ. طبعا الحمد لله رب العالمين على كل حال. النادي الاهلي النهارده قدم مباراه جيده جدا. كولر قدر ان هو باقل امكانيات زي ما بيقولوا كده، اللعيبه المصابه كتير عنده حلول، اللي كانت معاه طاهر مش موجود، كريم فؤاد مش موجود، حسين الشحات النهارده عايز اقول له يعني انت بتعمل كل حاجه وبتيجي عند الفينش نيله زفت. انت لازم تصلح نفسك يا ابني، انت بتعمل حاجات كتير كويسه وبتيجي في الاخر تنيلها زي اللي بيعمل تورتايه يروح حاطط عليها شوط ملح. فارحمنا بقى، ارحمنا. انت مضيع لوحدك 3 اجوان النهارده يا ابني، يا ابني ارحمنا بقى. وبترفع الكوره قد كده، ما بتتغذى؟ اتغذى يا عم، اشرب لبن كده وروح الجيم كده وقوي نفسك، عشان حاسس ان رجليك بتخبط في بعضها وانت بتجري، معرفش ليه كده بطريقه وبطيء جدا. بتقف عند الهجمه، بتروح لك بتقف الكوره بتقف. انا عارف ان الشحات هيقف على الكوره، يبقى انت المفروض بقى يعمل ايه بقى كولر؟ عايز يوقف الدنيا ومثلا ماتش مع اقرب واحنا كسبانين والفرقه الثانيه ضاغطه على النادي الاهلي، ينزلك تمسك الكره توقفها بس، يعني توقف الهجمه وتريح الناس وزي ما بيقولوا كده تاخد فاول، مش عارف الكلام ده ماشي. لكن ان انت تبدا من بدايه المباراه وتبقى بالمنظر ده، بصراحه انا اتضايقت. وطبعا عايز تعليقاتكم يعني يا ريت تكتبوا لي في التعليقات اللي انا بقوله ده صح ولا غلط. لو حد شايف حاجه غير اللي انا شايفها ديت يقول لي. حسين الشحات الكره بتقف عنده، لو الكره ماشيه سريع بتقف عند الشحات، معرفش ليه كده. وبطيء جدا في نهايه الهجمات وفي بدايه الهجمات برضه. طبعا احمد عبد القادر زي ما عارفين، كلنا عارفين ان احمد عبد القادر لعيب جيد جدا، ولكن فعلا كولر عنده حق في اللي قاله. بيبص تحت رجليه، ما بيرفعش عينيه وهو بيباصي، ولا بيشوف البوزيشن بتاع اللعيبه وهو بيلعب الكوره بالعرض. علي معلول الله اكبر عليه بيحط سروهات. يا علي، يا علي معلول حته من قلبي، هو ديانج ده فعلا حته من قلبي يا جدعان. سروهات كما قال الكتاب، اسيستات زي ما قال الكتاب، بيلعب الباص سليم جدا، تحس ان الموضوع معاه سلس كده، الكرة سهله عند علي معلول. يا ريت اللعيبه بتاعت النادي الاهلي تاخد الخبره بقى من راجل زي ده، خلاص ناقص له سنه ولا التانيه وهيبطل كوره. انا عايز اعرف اللعيبه اللي بتلعب جنب لعيبه كبيره زي علي معلول وزي السوليه وزي الناس دي، ليه ما بتاخدش منهم الحته دي؟ ليه يعني ليه ما بتاخدوش منهم الحته بتاعت ان انا اطلع الكره من رجليا سليمه، الباص صح، كل حاجه صح. النهارده النادي الاهلي كان ممكن يكسب 6 7 8 9 10 لو بيخرج اخر كوره من رجليه صح. لكن الاستعجال زائد التوتر زائد الرعشه بتاعت حسين الشحات بتضيع نهايه الهجمات. محمد شريف لازم تقعد مع نفسك يا شريف وتقول في ايه. مش هو ده السكار فيس اللي احنا نعرفه، مش هو ده هداف دوري ابطال افريقيا السنه اللي فاتت وهداف النادي الاهلي والدوري المصري. مش هو ده السكار فيس. لازم لعيبه النادي الاهلي اللي عليها علامه استفهام تقعد مع نفسها. النهارده مصطفى ميسي بينزل وبيعود لاول مره يخش التشكيل، وبينزل يعني عايز ياخد ماتش واثنين وثلاثه عشان يبان ويظهر. شادي حسين برضو الى الان لم يكتب زي ما بيقولوا كده ايه اسمه حتى بالرصاص مع النادي الاهلي. عايزينك يا شادي تبقى افضل من كده، تتحرك، تحط جوان، تبتدي تلعب، تبقى يعني زي ما بيقولوا كده ايه، انت لبست تيشيرت النادي الاهلي وانت كنت من الالتراس الاهلاوي، انت من مشجعين النادي الاهلي، انت من المدرج. فعايزين نشوف الناس ديت يا جماعه. طبعا بنبارك للنادي الاهلي على صفقاته الجديده، يعقوبو او اسماعيل يعقوبو اللعيب الغاني اللي كان بيلعب في البرتغال، لعيب كويس جدا يا جماعه، هجام وفيرود زي ما قال الكتاب، يعني شرس حاجه كده، ان شاء الله هنشوفها جامده جدا. بنبارك للنادي الاهلي كمان على صفقته محمد الضاوي، لعيب 19 سنه تحت السن، لعيب هايل جدا،
لعيب يستقبله مستقبل باهر مع منتخب تونس الاول، لان لعيب فعلا يستحق. هو نفس زي ما قلت لكم كده، نفس التيمه بتاع طاهر محمد طاهر في الجري والاكتف، اكتف كده في الملعب، وانرجي، عنده شويه انرجي كده في الملعب، بيقدر ان هو يعدي، بيشوط، شويط، عنده حلول. فده احنا كنا محتاجينه، وبيلعب برجليه الشمال، فهيلعب ناحيه حسين الشحات طبعا. وعايزين نبارك للنادي الاهلي النهارده رسميا وقع مع عبد الفتاح، خالد عبد الفتاح، الباك رايت بتاع سموحه، اعاره لمده 6 شهور بنيه الشراء لو كان يصلح ان هو يكون في النادي الاهلي. لان طبعا النادي الاهلي وقع في حاجات زي كده كتير، وكان بيتعاقد مع لعيبه وبيخلصها وبيجوا بيبقوا دون المستوى، لان في فرقهم مفيش ضغوط زي النادي الاهلي. ده كان فيديو النهارده، للي بيشوفني يدعمني بلايك وشير وسبسكرايب ويقول لي رايه في التعليقات. كان معكم محمد صيفي من ملعب الهداف، اشوفكم في فيديو جديد، وان شاء الله النادي الاهلي في الصداره الى ما لا نهايه، ونشوف النادي الاهلي في احسن مستوى. ده كان فيديو النهارده، اتمنى ان ينال رضاكم وينال اعجابكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.